السلام عليكم. اسمي إسحاق زايد في الجزائر، لكن عندي جنسية إسبانية. انطلقت من باريس مشيا من مدة 15 ونصف، تقريبا 6400 كيلومتر. قاصد بيت الله إن شاء الله، في سبيل الله مشيا لعمرة لأروح إلى مكة، وإن شاء الله أنا في الكويت في الوقت. كم صار لك ماشي من باريس؟ 15 ونصف. ومن جنسيتك اسباني؟ اسباني من اصل جزائري؟ نعم، زايد في الجزائر العاصمة. حياك الله. شكرا. متى متوقع توصل مكة؟ إن شاء الله 50 تقريبا. 50 يوم. وتجيبي اسم محدد من وين راح تطلع وين راح؟ كل شيء. الله يوفقك. في شيء واجهك صعوبات في الطريق او شيء؟ الجبال كانت صعبة، يعني 5000 جبال صعبة جدا، كان ثلج. كان في البداية كنت نرقد في خيمة، يعني مع الصباح ما أحس يدي كان يعني من البرد. شنو اللي خلاك تعزم على انك تمشي من المسافة هذه؟ أخي نحن كلنا مسلمين. الحمد لله. يأتي نهارنا ونموت، ما تكون فلوس ما عائلة ما شيء، يكون أعمالنا وإن شاء الله من أعمالي. ممكن سؤال خاص؟ طيب كم المبلغ اللي وياك عشان يكفيك لين توصل مكة؟ أنا ما عندي كثير فلوس. اي نعم. لهذا حتى الآن ب10 يورو في النهار نعيش، يعني حتى الآن تقريبا 4000 يورو، وتقريبا تكون 2000 أو 1500 زيادة، يعني 5 ما في كثير. شنو تبي مساعدات نقدر نساعدك فيها بالكويت؟ ما شيء. لا لازم تقول. لازم تقول. ما أعرف، أنا أريد أن ألحق إلى مكة، هذا كل شيء. ناقصك شيء؟ الآن ما في شيء ناقص. محتاج شيء؟ ترى احنا اخوانك في الكويت ونخدمك في اي شيء. أعرف، لكن تبينا نوصلك المكة. أنا إنسان. تبي طيارة؟ لا هي كلها مشيا 100%. ممكن تورينا العربية حقتك؟ ها؟ العربية اللي وياك، تعال ورينا. هذه اشرح. يعني انطلقت 3 أيام الأولى، كنت ماشي كل شيء على ظهري. اي نعم. وانضريت. وهذا بيبي باك. من وين شريته؟ شريته 3 أيام من بعد باريس شريته، والحمد لله حتى الآن مشاني. بدلت له الروادي في. اي شوف التيوب، حاط التيوب وياك وعده. كل شيء هذا نبدل. يعني العصا هذه شنو؟ العصا هذه 3 أيام الأولين كنت نمشي بكل شيء على ظهري. نعم. انضريت من رجلي، وهذا كنت نمشي به. يعني من بعد هذا اشتريت هذا لا.